في شارع هادي في محافظة الشرقية كان في طفل صغير اتولد سنة 1983 في بيئة بسيطة، وبدأ يلعب في نادي بلبيس كل يوم، نفس الشارع نفس الكورة. بس حلمه كان بيكبر لحد ما جه اليوم والنادي الأهلي شافه، ومن هنا حياته اتغيرت. دخل ناشئين الأهلي سنة 1993، 10 سنين تدريب، تعب، ضغط، ومنافسة مع مئات اللاعبين. بس كان مختلف، لأنه ما كانش بيلعب عشان يبقى لاعب، كان بيلعب عشان يبقى الأفضل. سنة 2003 الفرصة جت، منتخب الشباب، بطولة أفريقيا، وهو النجم. قيادة، أهداف، حضور مرعب. الأهلي ما قدرش يستنى، وتم تصعيده للفريق الأول. شاب صغير بس داخل كأنه عارف هو رايح فين. الدقيقة 90، الملعب كله بيهدى، المدربين فقدوا الأمل، والجمهور بدأ يمشي. بس كان في واحد بس لسه مخلصش. المهاجم ده ما كانش أسرع لاعب في الملعب ولا أقوى لاعب، بس كان أخطر واحد، لأنه كان فاهم اللعبة وبيتحرك من غير ما حد يحس، دايما في المكان الصح في اللحظة الصح. ماتش ورا ماتش نفس السيناريو، تعادل أو خسارة، والساعة بتقرب من النهاية. 89، 90، جول! مش مرة ولا اتنين، 17 هدف قاتل، كلهم في آخر لحظة. عشان كده الجمهور اداله اسم ملك الدقيقة 90. في الوقت اللي الكل بيستسلم فيه هو كان لسه بيبدأ. ما كانش بيلعب وقت المباراة، هو كان بيلعب وقت الحسم. بس حتى الملوك بيجي عليهم يوم والماتش بيبقى أكبر منهم. في يوم من الأيام كان اسمه بيتقال في كل ماتش. في الدقيقة 90 الناس كانت بتستناه. دلوقتي مين بيستناه؟ الملاعب اللي كانت بترلي باسمه بقت أهدى، الهتاف اللي كان بيهز المدرجات بقى ذكرى، والقميص اللي كان تقيل اتعلق. مش كل نهاية بتكون فجأة، في نهايات بتيجي واحدة واحدة. إصابة، دقيقة أقل، فرصة بتضيع، لحد ما الملعب ينسى صوتك. بس الحقيقة الأساطير مش بتتقاس بالدقايق، بتتقاس باللحظات. وهو كان عنده لحظات غيرت ماتشات، غيرت بطولات، غيرت قلوب ناس. عشان كده حتى لو النور قل، اسم عماد متعب عمره ما هيختفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو، واكتب لنا في الكومنتات عايزين حلقة عن مين. استنونا في حلقات جاية كتير من حاجات بسيطة. سلام.